السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة إخبارية من مدرسة السيد البدوي الثانوية ليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر لعام 2024 بعد الميلاد. وإليكم عناوين الأخبار. محافظ المنوفية يكرم البطلة إسراء عبد المقصود بفوزها بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه. كما قام السيد مسؤول التدريب بالمدرسة بالإعلان عن دورة تدريبية مكثفة للتدريب على برنامج الجداول الحسابية الإكسل. كما قامت مدرسة السيد البدوي الثانوية بإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي. تمكنت مباحث تموين المنوفية بضبط 3 مخازن مواد غذائية بدون ترخيص. قام وزير التربية والتعليم بعقد لقاء مع مندوبي الوزارة للصحف والوقائع لاستعراض مستجدات للعام الدراسي 2024 و2025. وإليكم تفاصيل الأخبار. قام السيد مسؤول التدريب بالمدرسة بالإعلان عن دورة تدريبية مكثفة للتدريب على برنامج الجداول الحسابية الإكسل، وذلك في فترة الفسحة المدرسية خلال الأسبوع القادم في حجرة التطوير التكنولوجي لتطوير مهارات الحاسب الآلي. وصل إلى المدرسة عددا من الشتلات الزراعية والشجيرات الصغيرة من الإدارة الزراعية، وذلك تمهيدا لزراعتها في أطراف المدرسة في إطار المشروع المحلي تحت عنوان إغرس شجرة. وتهيئ إدارة المدرسة بالطلاب المحافظة على النبات. ومعنا مراسل المدرسة الطالب مصطفى سعيد فتحي وأخذ آراء طلاب المدرسة في مبادرة تعميم الشجر المثمر. اهلا صديقي عبد الرؤوف العربي من وسط الاشجار المثمره بمدرسه السيد البدوي. مبادره تعميم الاشجار المثمره على مستوى الجمهوريه. كان هذا اللقاء مع طلاب المدرسه. ما رايك في طرح مبادره الاشجار المثمره على مستوى الجمهوريه؟ فكرة جميلة، حيث أن هذه الأشجار المثمرة يأكلها الطالب مثل اليوسفي والبرتقال والجوافة والمانجو، وذلك تعتبر مدرسة السيد البدوي الثانوية للبنين تعتبر مدرسة رائدة من أوائل الجمهورية في زراعة الأشجار المثمرة، ويرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى إلى أسرة التربية الاجتماعية. رأيك في القضاء على الأشجار الفيكس داخل المدارس؟ أؤيد فكرة القضاء على هذه الأشجار، حيث أنها بدون فائدة وتجلب الذباب والناموس وتستهلك مياه كثيرة بدون فائدة. كانت هذه آراء طلاب المدرسة. ونرجع مرة أخرى إلى عبد الرؤوف العربي وإلى اللقاء. مدرسة السيد البدوي الثانوية تم إجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المدرسة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 من أكتوبر لعام 2024. وتمت الانتخابات بطريقة ديمقراطية سليمة. من مدرسة السيد البدوي أقامت ندوة عن حرب أكتوبر ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر. شاركت المدرسة في العديد من المسابقات الرياضية لتنس الطاولة والكاراتيه والملاكمة، وتم فوز المدرسة بالمركز الأول. من الأخبار البيئية من مركز بركة السابع. تمكنت مباحث التموين بالمنوفية اليوم الخميس من ضبط 3 مخازن مباحث مواد غذائية بدون ترخيص وغير مطابقين للاشتراكات الصحية بمراكز بركة السابع وشبين الكوم والسرسلية. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قطاع الصحة شهد مشروعات كبيرة فيها التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية والعلاج على نفقة الدولة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يشاهد بتطوير علاقات مصرية روسية يؤكد على التعاون على المشاريع القومية. محافظ المنوفية يكرم البطلة إسراء عبد المقصود لفوزها بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه. ابنة المنوفية من قرية الروضة من مركز بركة السابع وسط فرحة عارمة والتي شرفت مصر في الخارج.
يعقد لقاء مع مندوبي الوزارة بالصحف والمواقع لاستعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستخدامات العام الدراسي الجديد 2024-2025. كما أوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجراءها المراكز القومية للبحوث. والآن مع الأخبار العالمية. الأمم المتحدة أقرت أن حجم الحروب والتداعيات الاقتصادية على لبنان من المرجح أن تكون أكبر من حرب 2006. الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر للتهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان. مسيرة من لبنان تدخل ملايين من الإسرائيليين الملاجئ. وهذا ما لدينا من أخبار لهذا اليوم، ونشيد بشكر السادة المشاهدين. كان معكم الطالب محمد عبد العزيز كاشف وزميله عبد الرؤوف محمد العربي.